السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم طرونش الفراولة، حلوى أنيقة ومنعشة، تجمع ما بين البساطة والذوق العالي، وصفة مثالية لكل مناسبة. خليكم معايا تشوفوا كيفاش حضرتها خطوة بخطوة، وما تنساوش دعمكم للقناة. في البداية راح نحضر البسكوي وشوكولا. بسم الله. عندي هنا 3 حبات بيض، راح نطلعهم مع 66 غرام سكر، نطلعهم مليح بالباتور حتى يضاعف الحجم ويولي بهذا القوام. عندي هنا 110 غرام فارينة، نضيف عليها 20 غرام كاكاو ورشة ملح، نغربلهم ونحطهم على الخليط السابق. نحط شوية ونخلط غير بالعقل من الفوق للتحت باش ما يهبطليش البيض، ومن بعد نضيف الكمية الثانية ونخلط حتى نكمل. نحط الخليط نتاعي بجيه ونروح نجيب كاسرونة ونحط فيها 110 غرام زبدة، 100 غرام حليب، و110 غرام شوكولا، ونحطها فوق الفرن قيس ما تذوب الشوكولا بالزبدة، ما نخليهاش تغلي بزاف. بعد ما ذابت كامل المكونات نحطها في بول وندي كمية من الخليط السابق نحطه معها ونخلط مليح. نعاود نرجعه في البول الأول ونخلط حتى تتجانس كامل المكونات ويصبح الخليط بهذا القوام. نجيب سنيوة أبعادها 30 على 40 سنتيمتر ونحط فيها البسكوي ونمشيه بسباتول كامل في السنيوة على الأطراف، وندخلوه للفرن اللي كنت سخنته من قبل على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق. الخطوة الثانية راح نحضروا موس أو شوكولا بلون. عندي هنا 3 غرام جيلاتين بودغ 200 بلوم، زدت لها 18 غرام ماء وخلطتها مليح ودرتها في الثلاجة باش تتماسك. في كاسرونة حطيت 75 غرام حليب ودرتها فوق الفرن تسخن، من بعد حطيتهم فوق 150 غرام شوكولا بلون، خليتها شوية قيس ما ذابت الشوكولا ومن بعد خلطتهم، وزدت عليها لاماس جيلاتين اللي كنت ذوبتها في باماغي، خلط شوية وميكسيتها بالبغا ميكسور. حطيتها بجيه وجبت 150 غرام كريم ليكيد وطلعتها بالباتور. نروح نجيب الكاناش اللي ذوبت فيه الشوكولا بلون مع الحليب ونضيف فوقه لا كريم مونتي اللي كنت طلعتها من قبل، ندير شويه ونخلط حتى تدخل فيه كامل لا كريم مونتي، ومن بعد نزيد نضيف الكميه الثانيه ونخلط. من الاحسن نستعمل فوي باش يندمجوا كامل المكونات ولا ماس جيلاتين تتوزع كامل على الخليط. بعد ما طاب البسكوي نروح نجيب هذا السيرسو ابعاد نتاعو 12 على 24 سنتيمتر ونقطع به 2 قطع. ندي القطعه الاولى ونحط فوقها القالب، نشربها مليح بالسيرو اللي كنت حطيت فيه كاس ماء مع كاس غير ربع سكر. بعد الغليان نحسب له 5 دقائق ونطفي عليه ونخليه يبرد. ملاحظه هذا البسكوي لازم يتشرب، كما عودتكم كل مره نمد لكم نوع من البسكوي، كاين اللي لازم نشربه وكاين اللي ما يستحقش يتشرب. نحط شويه من اللاموس اللي حضرناها سابقا فوق البسكوي، نليسيها بيان من الفوق وندخلها المجمد واحد ربع ساعه هكذاك، ما نخليهاش تجمد مليح. نجيب الفوغاج فخاز تاع بات برو، ندي منه مغرف كبيره ونزيدها لاموس وشوكولا بلون اللي بقات لي، نخلطها مليح باش نتحصل على اللون والذوق اللي راني حباته. دوكا نروح نخرج القالب من الكونجيلاتور ونحط فوقه الطبقه الثانيه تاع البسكوي ونشربها. ابخي نحط فوقها الكميه اللي بقات لي تاع لاموس وشوكولا بلون اللي ضفت لها الفوغاج تاع الفخاز، نليسيها مليح من الفوق وندخلها المجمد، تاخذ وقتها في المجمد واحد 4 إلى 5 ساعات، سينو خلوها تبات ليلة كاملة. المرحلة الثالثة والأخيرة نحضروا فيها جولي دو فخاز. عندي هنا لا بيوري دو فخاز 140 غرام، زدت عليها ملعقة كبيرة تاع سكر و2 ملاعق ماء، زدت عليها ثانيك ملعقة كبيرة تاع جو سيترون، خلطهم مليح وزدت عليها لاماس جيلاتين اللي كنت درت فيها 6 غرام جيلاتين بودغ 200 بلوم مع 30 غرام ماء، خلطتهم مليح ورحت خرجت القالب نتاعي من الكونجيلاتور وحطيت هذيك لا جولي من الفوق ووزعتها كامل على الاطراف. عاود دخلتها المجمد قسمه تشد روحها شويه لا جولي،
من بعد خرجتها وديموليتها ونحيتها من هذاك الطبيسي باش كي نكون نقسم فيها تجيني سهله. عندي هنايا موس سخنته مليح كيما العاده والعوايد ونقطعوا الاطراف واشاك فوا نمسحو ونسخنو باش نقطع به. هنا شوفوا خليتها قعدت بزاف لا جولي في المجمد. شوفوا ديك الطبقه اللي جاتني من الفوق شغل جمدت لي بزاف باسكو كنت نخدم في الديكور شوكولا ونسيتها. هي نورمالمون تخلوها ان كاردور وتخرجوها با بلوس باش تجي ليس من الفوق، على ذاك لازم لها وقت باش تديكونجلا. المهم بعد ما قطعتهم زينتهم بهذا الديكور البسيط تاع الشوكولا وانتوما زينوهم بوش تحبوا. وهنا بعد ما كملت نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نختم فيديو اليوم طرونش بالفراولة سهل وراقي. إذا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا بالدعم لايك واشتراك ونلتقي في وصفات أجمل إن شاء الله.